مرحبا، نحن هون عايشين 4 شباب ببيت واحد، وهو مكاننا الوحيد يلي قد ما افترقنا نجتمع فيه آخر الليل. وهلأ خلوني أترككن مع الحلقة. الو. ايه روحي والله اسف، والله انا بعرف انه نمت بدون ما احكي معك، بس صرت مع الشباب. ايه طبعا حبيبي، طبعا رفقتك اهم مني اصلا الحق. تيم هوايته الوحيدة بهاي الحياة هي الضحك على البنات، وبصراحة شاطر بهذا الشي كتير. واعد 7 بنات بالزواج وتنتين عم يحاول يزبطن، وهو حرامي شاطر، واكتر شي بيعرف يسرقه هو قلوب هالبنات، وهمه الوحيد بهاي الحياة انه يجمع المصاري، بس شلون وكيف وليش حتى هو ما بيعرف. قلبي تخيل عم تحكي معي بهالبرود، عم تقول لي شوف ستوري، اكيد حاطط علي قصدك لإلك، ليكي ابصر مع مين بيكون هلا طالع، شو ما انا ردد عليكي، وانا كليت نفسي فوز بالموضوع. انت بتعرف حالك مكاني قديش هذا الشيء ممكن ياثر فيني. يخرب بيتك من حالك، لسه بقولوا لك شغل النسوانجي سهل. خاب بتحمل بنات اهلهم ما بتحملينهم. الله يكون بعونك، بس انه كان ايش بدك بكل هالعلقة. سيدي خلونا نعرفكن هلا على اكثر واحد بحب كرشه بهذا البيت، الشخصية العجيبة وروح قلبه الاكل، بتلاقيه عم بياكل كل شوي، واذا كان تمه واقف معناتها في مصيبة. وبالمناسبة غيث حرامي شاطر، بيسرق شي يفيده ويشبع كرشه، مو مثل الباقي. ريته ألف صحة. خلونا نعرفكن على ثالث حدا بهذا البيت، السيد عمر. بيدرس جامعة سنة أولى حقوق، بس هو حقه ما بيعرف ياخده، وأكتر شخص بيتحمس ليشتغل على حاله، بس بالطبيعة تنبل. وطبعا هو من جماعة الأحكام والمواعظ الكاذبة. ومثل ما قلت لكم أصدقائي، لحتى تكون رياضي ناجح لازم تفي بكير، ولازم تتمرن كل نهار. تفضل على هاي المسطرة، بلش حكي وكذب على العالم. بقعد يا مصور الله يخليك. خلونا نروح بكل أسف نعرفكن على آخر كائن حي عايش بهذا البيت. وهلأ جينا لعند الأستاذ إياد يلي 24 ساعة نايم ومو طايق الحياة، وإذا بتقوله جيب لي كاسة مي بيسألك ليش. عمره 19 سنة وطايش قد ما بقولكن حاج. هوايته إنه ما بيفهم شي بهاي الحياة أبدا، بيضل طلطميس وكل سنة يرسب بالبكالوريا. مين طلطميس؟ واحد رسب بالبكالوريا اسمه إياد، تعرفوا شي؟ اي والله كان زلمه كويس، بس بشو رسم؟ بالبكالوريا. مين؟ يا مصور بعد الكاميرا يستر على عرضك، هذا بيجيب الجلطة. لا بشرفك قال لي انت شو بتاكل ما بتسأل؟ لا ما بتعرف ايش قد فيها كالوري؟ لك أين كالوري؟ أين كيلو؟ لك ماء أبو سبعة. لك كالوري مو كالوري يا حمار. بعدين شو؟ ابو حسين عم بيعرف يعمل شاورما ولا شلون؟ أوه شو طيب؟ بس أنت الله حرمك طيبات. طيب اعطيني بس لقمه ما بتصدق. ابني أساسك لون وما كلون تعطيني مواعيز، روم نون. لك لا تصير فجعان يا زلمه، لقمه بدنا لك لقمه. دافع حق 36 ليرة، روم نون. عم جدك جردون. لك ايش بكون بالصبح صرعتونا؟ أنا جوعان بدي آكل من سندويشتي. وأنت ليش ما تعطي سندويشتك؟ لك مو سندويشتي، سندويشته. طلعت سندويشته. إياد ركز معي، أنا جوعان بدي آكل من سندويشتي. وأنت ليش لا تاكل وما تعطي؟ اياد الله يوفقك، قوم من وشي. لا يا روحي لا، المشكلة ميمون، المشكلة إذا أبوك شافني. يا روحي ما رح يشوفك، ما انا قلت لك دبرت كل الوضع، بعدين اعتبر انه جو شافوك، وين المشكلة؟ ما انت اساسا قلت لي انك رح تيجي تخطبني، ما فيها اي مشكلة اذا تعرف عليك هلا. ألو ألو، هلا ما عاد تسمعني؟ أنا صوتك عم يعطل. ليش هيك عم تحكي معي بهالطريقة؟ إيش شريك؟ مشارك مسابقات مين أكثر إنسان بياكل طريقة جحيشية
عم تتدرب عليها؟ هذا زفات مساواة ما بدها يعمل بروفا، بياكلنا اثنيناتنا على المرتاح. وانا كمان هيك عم بقول. ايش بدي اقول لك؟ اهلك بده يبعثوا لك المصاري بعدين ولا شلون؟ بكره بكون عندي. بكره. حلو. تمام. وين اينشتاين؟ لساته نايم؟ ما بعرف من شوي لونين. هلا انا فيوصي هون وتعالوا انتم كمان بدي اياكم الموضوع. بدي احكي لكم عن الخطه الجديده. لا شلون جاي اخفف لك هالشيء؟ يلا ماشي بحكي معك. بدي اشوف. وينه اياد ما راح يجي يعني؟ اينشتاين لك ايش بكون؟ لا خليتونا ننام الصبح وهلا بتصرخوا لي، بعدين اينشتاين ايش جابوا لعنا؟ لك اخوي انت شو صار عمرك؟ العمر مجرد رام حبيبي. لك يا حبيبي شو صار عمرك لهلا ما بتعرف تلبس بنطلون لابس على المقلوب؟ تعال بروك تعال. برو خلصنا مالنا فاضي. المهم يا شباب بعدين مين اينشتاين؟ لا اذا هيك انتصرنا. يا ابني يا حمار ايش دخل النصر بموضوعنا؟ لك انا حمار شلون نحن عايشين لهلا مع بعضنا وشلون متفاهمين مع بعض لهلا ما بعرف. المهم نحن هون صار لازم نركز على حالنا. صايرين عم نصرف مصروف كتير كبير واهالينا ما عاد يبعتوا لنا مصاري تكفينا، فمشان هيك لازم نلاقي طريقه نعتمد فيها على حالنا. بعدين نسيتوا نحن بعمر جاهزه صرنا، اذا بدنا نضل هيك على هالحال سلمني على العروس باي باي. فهاتوا لنشوف ايش في عندكم حل؟ كلامك حلو بس ايش بدنا نعمل بهالحالة؟ يعني ايش بدنا نعمل بهالحالة؟ نسرق مثلا؟ يا عيني عليك جبتها. بدنا نسرق. نسرق؟ ايه نسرق. ايه تمام بس هلا؟ الدنيا صبح؟ بالليل استر. بعدين وين صاحبك؟ ما اساس اليوم تنفيذ الخطة؟ ايه قال لي قالكم نجتمع برا مشان يجي يحكي لنا عن الخطة تبعت اليوم. خططت للموضوع بطريقة ما في احتمال للفشل ابدا الا اذا انتم خبصتوا بشي موضوع يعني. يلا خاي قوم صارت الساعة 1 قوم دق على الباب. اهلين جاي. مرحبا جلال. شو بتعمل هون؟ على فكرة يفتح الباب وهو نعسان أحسن ما نعطيه منوم من الأساس. انا برايي انت تسكت ولا تسميني حسك قوي.